قسما 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 يلقوننا في كل واد، حينها ستعتلي رايات تلك رايات الجهاد. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الكبير. لسه مستمرين معاكم مع المواقف والحاجات اليوميه اللي بناخد عنها فكره ليها تذكير لينا جميعا، ويمكن لعل وعسى نكون سبب ان لو واحد غير للاحسن. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. الحقيقه معانا النهارده قصه جميله جدا. كان في راجل اسمه يوسف، كان عايش في مدينه كبيره، وكان معروف باخلاقه الحميده، ان هو راجل بيقدر الدين وبيحب يتعامل بيه جدا، يعني عمله نادره. كان يوسف دايما بيحب ان هو يكون مثال لدينه في ارض الواقع، وده ما كانش بالكلام وخلاص، كان بيهتم باصحابه وبجيرانه وكان بيساعدهم في كل الاوقات. المهم في يوم من الايام حصلت حادثه رهيبه لواحد من الجيران بتوع يوسف. المهم ان الجار ده اتعرض لازمه ماليه كبيره، وكان زي مثل بيتقال اليومين دول من الدار للنار. المهم اول ما يوسف عرف ما ترددش لحظه، ما قالش انا معايا كام ولا هعمل ايه واسوي ايه ولا انا مالي يا عم يولع ولا يتحرق هو هيوجع دماغنا، ولا ما قالش مثلا هو يا عم هو هيروح يعمل حادثه ويتحرق ويقرفنا ويبقى مهمل واحنا اللي نشيل، ولا ما قالش كده. خلي بالك، الحاجات اللي هقولها لك دي حاجات احنا بنسمعها في ارض الواقع، يمكن انت شخصيا تكون سمعتها، ممكن في مننا اللي بيقولها. يوسف ما كانش الشخص السري اللي هو مش من الناس اللي بتشيل تحت البلاطه، وما كانش من النوع اللي هو من الناس اللي يروح يمن على الراجل يقول له انت تعرف انا عملت ايه عشان اجيب لك الفلوس دي، ده انا رحت بعت عيل من عيالي. ما كانش بيعمل كده. يوسف راح فعلا باع شويه ممتلكات من اللي عنده عشان يقدر يدبر بيها الفلوس اللي هو هيساعد بيها جاره. ليه؟ لأن هو كان عارف دايما إن كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، وكان عارف برضه افعل يا ابن آدم كما تدين تدان. المهم إن هو اتصرف في المبلغ وراح مسلمه لجاره، خد بعضه ومشي، عشان بعد فترة قصيرة حسنت أوضاع يوسف وجات له فرصة العمر زي ما بيقولوا. الفلوس بقت بص عارف اللي هو بتترمي عليه رمي كده، اللي هو بقت عيشته مرتاحة وسري. يعني عارف أنت واحد صاحبك مثلا لما يروح يشتغل وعارف يجي يعزمك على حاجة ولا حاجة، عارف اللي هو تقول له إيه؟ الله يرحم يا عم، الله يرحم ايام ما كنت بتشرب الشوربه في القله، ولا ايام ما كنت بتاكل العيش الناشف على انه دوريتوس. مش بيحصل؟ كان بيحصل الكلام ده، اكيد سمعته بودنك او انت قلته لحد. مع ان الفلوس بتغير كتير من النفوس، الا ان صاحبنا ده كان همه الوحيد ان هو يكون شخص بيعامل الناس بالدين اللي هو مؤمن بيه. غناه ده كان سبب اكتر ان هو يبدا يساعد الناس اكتر. فلان ده محتاج ان هو يعمل عمليه، اديله يعمل عمليه. فلان ده محتاج ان هو يتجوز، اديله خليه يتجوز. يوسف اسس مؤسسه خيريه، والمؤسسه دي هي بتهدف لرعاية وتوفير الرعاية الصحية. مش بس كده، لا، ده التعليم والمساعدة الاجتماعية. ده غير ان ربنا لما بدأ يكرمه اكتر واكتر ما اكتفاش بالجمعية الخيرية وقال لك خلاص قدر ولطف وخلاص اللي هو الحمد لله انا عملت خير خلاص. صاحبنا ده انشأ مدارس ومستشفيات ودور رعاية للايتام والمسنين. كان طبعا يوسف بيدير المؤسسات بتاعته دي باخلاقه العالية. ليه؟ لان الدين المعامله. لكن ما نلاقيش حد تيجي تقول له مثلا يا اسطى انت بتحمل ايه، فيقول لك انا بحمل الحته الفلانيه. طيب خلاص تمام. فبقى تيجي بعد ما تمشي يقول لك ايه، لا بقول لك ايه انا هنزلك في الحته الفلانيه والاعلى مفخلك اركبه ومش عارف. انت فاهم؟ انت عارف المعامله دي؟ ولا انت شخص مش واخد من الدين غير اسمه بس، اللي هو مذكور في البطاقه اسم الديانه وبس، اللي هو زي ما بنشوف كتير من الشباب قوي اللي هو ذكر في البطاقه لكن في الواقع حاجه تانية. خلونا دايما نفتكر ان الدين المعامله، وان انت لو اخلاقك عاليه خلي بالك الناس اول ما هتشوفك هتدعي لك وهتدعي لاهلك وهتدعي للي رباك وهتدعي لاي حد، وهتفضل عارف اللي هو ايه، روح الهي ربنا يسعدك، الهي ربنا يكرمك، الهي يفتح في وشك الابواب المقفوله وغيرها من الدعوات. طب انت عملت حاجه للناس دي او انت رحت قلت للناس دي ادعوا لي؟ ما قلت لهم، بس بمعاملتك اجبرتهم ان هم يدعوا لك وهم راضيين. خلونا دايما نفتكر ان الدين المعامله، وافعل يا ابن ادم كما تدين تدان. ونفتكر برضو ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. وبس كده تكون نهايه حلقه النهارده. اشوفك الحلقه الجايه. سلام.